اللي هقوله لك دلوقتي مش قصة متألفة، لا حكاية سمعتها. دي تجربة حصلت فعلا في بيت قديم من قرية صغيرة في محافظة المنيا. لحد دلوقتي مش لاقي تفسير ليه، واللي يخوف إن الأصوات ما كانتش بتيجي من مكان واحد. البيت كان قديم، مبني طوب أحمر، سقفه خشب والحيطان طحينة. بيت عادي جدا من بره، بس أول ما تدخل تحس إن الجو تقيل، مش برد تقيل. القرية كانت هادية بعد العشاء، مفيش غير صوت كلاب بعيدة، وأنا كنت قاعد لوحدي. أو ليه قلت يمكن إحساس غريب ويعدي. أول صوت سمعته كانت الساعة تقريبا 1 بعد نص الليل، وأنا قاعد سمعت خبط خفيف من ناحية المطبخ. خبط مش قوي، كأنه حد بيخبط بإيده بس متردد. قلت يمكن حاجة وقعت. قمت دخلت المطبخ، مفيش حاجة ولا صوت. بدأت أتوتر، رجعت أوضتي قعدت، وبعدها بدقايق الصوت رجع، بس المرة دي من ناحية الحمام. الغريب إن الصوت ما كانش ثابت، كأنه بيتنقل من أوضة لأوضة. الصوت بينادي باسمي، وأنا مغمض سمعت صوت واطي بينادي باسمي، نفس نبرة صوتي. فتحت عيني، قلبي كان بيدق. قمت قاعد وبصيت حواليا، مفيش حد. حاولت أقنع نفسي إن دي تعب أو خيال، بس ليه الصوت نادى باسمي؟ وليه من جوه البيت؟ اليوم اللي بعده قلت أسيب الموبايل مفتوح، سجل الصوت وأنا نايم، يمكن أفهم نمت ولا صحيت الصبح. ولا فاكر إني سمعت حاجة. شغلت التسجيل. في الأول صوت هدوء، بعدين وهمس أكتر من صوت مش واضح، بس في جملة اتقالت باسمي وبهدوء. نزلت سألت واحد من الجيران عن البيت، سكت شوية وبعدين قال لي انت قاعد في لوحدك؟ قلت له اه. قال لي خلي بالك. سألت له ليه؟ قال لي البيت ده محدش كمل فيه الليلة ديت. الأصوات ما كانتش خبط، كانت حركات فوق السقف، رغم إن مفيش دور تاني. سمعت نفس حد بيتنفس قريب أوي، حسيت إن في حد واقف ورايا. فجأة الباب الأوضة اتقفل لوحده، ولا هو ولا حد اتقفل، كأني اتشد. في اللحظة دي سمعت همس ورا وداني بتقول انت سامعنا؟ خرجت من البيت، راسي كانت بتلف وقلبي هيقف. قعدت برا لحد الفجر. رجعت البيت كان هادي زيادة عن اللزوم. من يومها مشيت من البيت وما رجعتش. بسيب إني ساعات وأنا نايم لحد دلوقتي بسمع نفس الهمس. لو سمعت صوت بيناديك من مكان انت متأكد ان ما فيهوش حد، ما تردش. السلام عليكم ورحمة الله.